الله عز وجل يقول كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. الإنسان إذا سجد لله عز وجل ترى هو يقترب من الله. والله يا أخوان أبو تميم مولية يقول طول في السجود. الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل، هذا أحسن وقت، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا الحل. احنا دائما نجي نلقي محاضرة ونمشي. اليوم بنعطيك حل. تعال متخرج من الثانوي وما حصلت وظيفة، الحل موجود، السجود. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. مهموم، هذا الحل. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عندك ذنوب، السجود. ما تسجد لله سجدة إلا يرفعك الله درجة. درجة فين؟ في الجنة. تعرف ايش معنى درجة في الجنة؟ يعني بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. تحصل على الدرجة بإيش؟ بسجدة. فيك ضيق، يجيك ضيق، سؤال، تجيك ضيقة، تجيك نفسية، تتضايق كذا بعض الأحيان، تحس نفسك طفشان زهقان متضايق، والله الحل في السجود. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. علاج الضيق هذا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.